عسلامة مرحبا بكم. باش نحكيو على منتخب تونسي أقل من 20 سنة، باش نحكيو على مباراة الترجي والزمالك المصري غدويكا في ثالث مباريات الترجي. اليوم المنتخب التونسي أنهى المباراة نتاعو بالتعادل ضد منتخب البنيني. الحقيقة ما تغيرتش حاجة كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي أقل من 20 سنة، في شوية تحسن لكن ماهوش كافي بأنك خسرت الماتش الأولاني ضد غامبيا. البنين كان تعادل مع زامبيا، اليوم المنتخب التونسي يتعادل مع البنين وكان مطالب بالربح ويأجل الترشح نتاعو الماتش الأخراني ضد زامبيا اللي تواجه غامبيا. فإن شاء الله المنتخب التونسي يحاول ينتصر في الماتش الأخراني. اليوم عاد سليمي حب يغير لكن ما تبدلتش حاجة كبيرة. بدا بالبركات الحميدي عزيز عبيد وجبريل عثمان. في الشوط الثاني هبط كريستو ادم قرب وابقى الا على جبريل عثمان كافون سونتر، لكن الحقيقة ما تغيرتش حاجة كبيرة في الدخول. بدا بالمهري وبعدين الدريدي، ما تغيرتش حاجه كبيره في ليكيب ناسيونال. كما قلنا معناها تحس فماش تناسق بين الملاعبيه وكانهم ما يعرفوش بعضهم مليح، مش متعودين بالطريقه اللي يلعبوا فيها مع بعضهم. ان شاء الله الماتش الاخراني المنتخب التونسي يحاول يريكوبيري وينتصر على زامبيا على الاقل يمر هو. فما حتى حسابات في المجموعات الثلاثه، فما احسن ثوالث اللي نجموا يتعداو وما نعرفوش كيفاش تصير العمليه. ان شاء الله الماتش الثالث يقول المنتخب التونسي ينتصر على زامبيا ويقعد يخلي حظوظه معناها مش مرتبطه بقيه المنتخبات. نمشيو للمجموعه الترجي الرياضي التونسي اللي اليوم المريخ السوداني انتصر على شباب الوزاد 1-0 ضرب جزاء سجلها البرازيلي باولو. يعني المريخ السوداني تقريبا بعث اوراق المجموعه، وقت اللي نعرف انه حتى لتوا ممكن الترجي افونتاجي بحكم لي دو فيكتور نتاعو 6 نقاط. المريخ يصبح في المركز الثاني ب4 نقاط بعد تعادل مع الزمالك وانتصاره على شباب الوزداد. اليوم يصبح ب4 نقاط، 3 شباب الوزداد ونقطة للزمالك المصري. المريخ حب يقول الفريق اللي شفناه في رادس، الفريق اللي تعادل مع الزمالك في البنينة، هو نفس الفريق اللي اليوم انتصر على شباب الوزداد. حكينا من الأول أن المجموعة يبدو أنها أصعب مجموعة في بقية المجموعات، والبروف معناتها تشوف معناها بالوزداد تحسوا معدي، يعني من أول ماتش بعد فيكتور نتاعو على الزمالك، بعد بالوزداد بعد ما خسر مع الترجي في الجزائر. اليوم يعاود خسارة أخرى ضد المريخ برا في البنينة. الزمالك بعد خسارته يتعادل مع المريخ بعد خسارته مع الترجي يتعادل مع الزمالك. اليوم يرجع في اللعبة تقريبا كحكيو على 6-4-3 ونقطة. الفرق الأربعة مازالت يعني وضعية ترشحها مش واضحة، ولو انه فما فونتاج للترجي بحكم لي دو فيكتوار اللي عملهم. صحيح الزمالك في الروتور عنده 2 ماتش معناها دوميسيل باش يجيب الترجي في الروتور باش يجيب المريخ السوداني، لكن حتى لتوا الحقيقة المجموعة بالفيكتوار نتاع المريخ اليوم أصبحت يعني غير واضحة. أكيد الأشقاء المصريين يفرحهم الفيكتوار هذا لأنه انتصر شباب الوزداد، وضعية الزمالك تصبح سيئة جدا يعني على مستوى الترتيب. بانتصار المريخ السوداني اليوم يعاود يرجع الزمالك بالوزداد والمريخ ودرجة أقل، بما أنه الترجي ب6 نقاط تقريبا نقولوا معناها، ولو أنه كما نحكيو على 6-4-3 نقطة. مباراة الترجي غدويكا باش تكون مهمة جدا، لأنه حسب ما نشوفوا توا حتى في النقاط يعني لو تلعب الروتور ما تصلش غدويكا وتلعب الروتور تخسر مع الزمالك تلقى روحك بفارق نقطة. يعني إذا تاخذ غدويكا نقولوا احنا نقطة وتخسر في ماتش الزمالك تلقى روحك بفارق نقطة، رغم أنه الترجي في الليت كي باش يكمل مباراة غدويكا باش يلقى روحو لعب 2 ماتش هنا، معناها وقت اللي الزمالك باش يلعب الروتور في 2 ماتش في بلاد. بالتالي مجموعة معناتها صعيبة وما فيهاش ما يلزمش هما الثقة المفرطة. معناها الترجي ما يلزمش يدخل الماتش
برشا ثقة. سي فري الترجي خير من الزمالك تو باش نحكيو يعني فنيا، يعني الترجي أعلى من الزمالك. الزمالك فيه برشا حاجات تتغيروا بين الفريق نتاع العوامل اللي تعداو، يعني نعرفوا خروج طارق حامد، محمود علاء، إمام عاشور اللي بزاكي خرج السيزون اللي فات يمكن قعد هو وزيزو في السيزون تعدات. إمام عاشور وزيزو كانوا أحسن لاعبية في الزمالك، ما قعد إلا زيزو نقولوا احنا كان لاعبي من الفريق هذاك اللي كان قوي. فما فتوح شو يعني كي نحكيو لهنا على الفرق هذه الفرق الكبيرة، يعني الزمالك لما خسر مع بلوزداد وتعادل مع المريخ يعني ماهوش الفريق السهل. ولا بروف انه اليوم المريخ يربح شباب بلوزداد، يعني المستويات متقاربة برشا، فبرشا ثقة لو تنجم تخلصها في التيران. بالتالي لازم يقرا حسابه الترجي للماتش مليح، يدخل برشا جدية للماتش، يحترم الزمالك. طبعا ما يستحقش الزمالك المصري كفريق انك تكون تحترمه، فريق يعني بتاريخه في الكرة الافريقية باسمه. وطبعا الماتشات هذوما يكونوا اصعب لما تلعب ضد فرق يعني باساميهم، يعني حتى ديما تكون عندهم لاج دو فانكر، ديما يكون معناها الاسم نتاعهم مش سهل، معناها انك تفسخوا معناها على ماتش ولا على ريزولتا. ديما الفرق هذه تقعد تخوف. صحيح كي باش نحكيو معناها في لي ديتاي ممكن غدويك الفارق انه نتصور الزمالك يعني باش يحاول بالريزولتا نتاع المريخ اليوم، الزمالك غدويك باش يحاول يجيب نقطة مرات، هذا مؤكد، لانه الريزولتا نتاع المريخ اليوم رجعت الناس الكل في اللعبة. بالتالي الزمالك باش يحاول يفركس على نقطة. لو انتصر بالوزداد ممكن الزمالك باش يلعب الهجوم ولا غير الهجوم، غدويك الزمالك باش يحاول يفركس على نقطة. في نفس الوقت اكيد مش يدافع ماتش كامل، باش يحاول في بعض الاحيان في الماتش انه يهاجم. وكيما قلنا معناها نقطة قوة الزمالك نقولوا زيزو، ما نعرفوش يلعب فتوح وعبد الشافي على الجهة اليسار. علاش حكينا على فتوح على عبد الشافي؟ لانه فتوح لو لعب فتوح يطلع برشا، سي فري عاون في فاز اوفونسيف، لكن ديما في فتوح في ظهره يخلي برشا اسباس. عبد الشافي يمكن يكليبري اكثر ويمكن ما عندوش نفس القوه واللابور نتاع فتوح، لكن عبد الشافي اكثر يعني نقولوا اكيليبري، الريال اكيليبري اكثر. فتوح يزيد برشا، وبالتالي بوشنيبه والبدري على الكولوار اليمين نتصور لو يلعب فتوح ترجي ينجم يفركس على الاسباس هذاك اللي باش يخليه فتوح كل ما يطلع معناها انه ينسى روحه. شفناه حتى مع المنتخب المصري، حقيقه هو مليح بيساند برشا الهجوم، لكن دفاعيا فيه معناها ما يتحكي. وحتى عبد الشافي بحكم سنه يعني تنجم تلعب عليه في البوست هذيك، ما ينجمش يطلع ويرجع بنفس الطريقه ولا القوه ولا السوف اللي عند فتوح. بقية الملعب نتصور الترجي بيسيطر على نص الملعب، لأنه الملاعبية اللي تزادوا في الزمالك كيما دونج كيما ما همش الحقيقة في لابور نتاع طارق حامد ولا إمام عاشور. بالتالي الترجي غدويكا يبدا كيليبري غيلان كوليبالي وبالرمضان، هذا رأيي أنا بالطبيعة. من بعد ينجم يجري الماتش ويشوف شنو ينجم يستحق في لي شونجمون نتاعو. كيما قلنا الترجي لازم يلعب الماتش ببرشا جدية. شوفوا المجموعة كيفاه معناها تنجم تعمل تعادل وتظهر بعيد 6 بوان و 7 بوان بالليكس نتاع غدويكا، تخسر في مصر ضد الزمالك تلقى روحك بنقطة طبعا، لأنه بنقطة إيكار وسافور مازال ما تعرفش معناها المريخ شنو نجم يعمل في الروتور مع بلوزداد، لأنه انتصر بلوزداد باش تصبح 6 بوان وانت 7 نقاط باش تصبح نقطة فارغ. وإذا ربح المريخ ولا يعني يلقى روحه في الترجي، شوف يلقى روحه في 7 نقاط في الترجي باش يدخلوا في حسابات الزايدة. اللوجيك انه يلعب على الانتصار نتاعو، وديك الترجي يلعب على الفيكتور نتاعو باش يضمن الترشح نتاعو، لأنه انتصار غدويك يضمن الترشح مش بالنقاط يعني ما نقولوش حسابيا، لكن منطقيا الترجي لو انتصار غدويك انتهى الموضوع بالنسبة للترشح، يقعد يفكر إلا على المركز الأول أو الثاني. فإن شاء الله زينة للترجي غدويك
اكيد باش يكون ترجي مدعوم جمهوره غدويكا، فان شاء الله يعمل ماتش كبير ويعطي حق المنتج ويحترم كما قلنا الزمالك. الثقه باهيه لكن الثقه المفرطه تنجم تخلص هكاش. الفيديو نتاعنا اليوم فات، بالسلامه، فيديو جاي ان شاء الله.